انا اول حاجه بطلبها الصيام. انا ما بعرفش اصوم صيام كامل زي بتاع ربنا اللي امر بيه. يبقى ما تاكلش غير عندك جوع، مش هتشرب غير وانت عطشان. يبقى كلام ماشي مع الطبيعه البشريه. المبدا رقم 2، ممنوع يدخل جسمك اي كيميكالز خالص، اي عقار او دواء او مكمل غذائي او مسكن او خافض حراره، ممنوع. الحاجه الوحيده اللي ممكن اسمح بيها الدهانات، حاجه على ركبتك اتعورت، لكن دواء يتحط في البق ممنوع نهائي. 3 بقى الاكل والشرب. بتجيب التوست ده تاكل معاه جبنه جوده او جبنه فلامنك، لكن الرومي لا. ممكن تاكل معاه بطاطس محمره عليها ملح بس، ممنوع تحط عليها فلفل، او مهروسه بحته زبده، او مهروسه بزيت الذره، عصير معلبات، العنب، الكريز، الجوافه، التوت. بس ما تقوليش هجيب فريش واعصر واضرب في الخلاط، ممنوع. حاجه تتكرر يوميا صبح وليل، العسل النحل، ممكن العسل الاسود، النوتيلا تتكرر صبح وليل وظهر وعصر وكل الاوقات. والشوكولاتات في عموم الحال. ممكن تاكل مربى توت او مربى عنب او مربى كريز او مربى تين او مربى بلح. انت ليك في اليوم 15 معلقه سكر لو عايز تنشط جسمك بسرعه. ليك بحد اقصى في اليوم تمره ل3 تمرات. الرز الابيض المصري معمول بزيت الذره يا سمنه جاموسي، وجنبه طبق سمك مشوي او مقلي من غير دقيق، يعني حته سمك بس يبقى سمك بحر، ما تاكلش بولتي وبوري والحاجات دي. لا، طب انا ممكن احط عليه في البيت اضافات يا باشا، احط عليه خل او زيت ذره بس، لكن ما تحطش عليه ليمون نهائي. نوع البروتين التاني اللي مسموح عندي في النظام الحمام، ويتعمل بالملح وبالسمنه او بالزيت، ايهما برضه موجود. تعمل منه شوربه، والشوربه تعمل بيها رز موافق. الوحيد اللي مسموح في الطيور الحمام، لانه ما بياكلش غير الحبوب بس. طب بالنسبه للحمه، وساعتها بقى هتبقى اللحمه الضاني او البتلو لو لقيت. طب يا دكتور ضياء، بره النظام ده في حاجه ممكن اضيفها؟ لو بتحب مثلا ان انت العنب كفاكهه اللي هو الاحمر بس، والكريز برضه ممكن، بس مش كل يوم، دول ما ينفعوش كل يوم اصلا، او التين. لكن جوافه، فراوله، برتقال، مش الكلام ده كله، لا 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 طبعا ممنوع. حاجه تانية ممكن تاكلها الزيتون الاسود او الاخضر لو الماركه نظيفه، بس مش كل يوم برضه. الميه تخش جسمك على قد القليل، اقل القليل، والله المستعان على ما يصفون. سلام عليكم.